جهاز النهارده جهاز محترم. جهاز النهارده اي بوكس 3 سبعات، معالج سان بلس 1506 اتش في، ينفع للتي في وينفع للاف في عن طريق اليو اس بي. جهاز 2 يو اس بي بدون واي فاي داخلي، فلاشه 4 ميجا. عايزين نركز، مش هنطول في الشرح ولكن ركز عشان اقدم لك سوفت فيه احدث اصدار للشبكات الهوائيه، احدث اصدار لليوتيوب، احدث اصدار في كشكل منيو وسرعه في الاداء. بيدعم معانا الفلاشه الجديده فقط لا غير، ولكن عندنا وسائل اتصال زي اليو اس بي كابل، وحاجه مميزه جيشير ظاهره كل حاجه على الجهاز. ما تطولش في الشرح، وما تنساش تشترك في القناه عشان تقدر تحصل على كل الشروحات بدون اي مقابل على قناه شروحات بلالسات. وما تنساش بقى اعجاباتك وتعليقاتك، وشكر خاص لكل الناس المحترمه الجميله على القناه على التعليقات الجميله على القناه. هنلاقي الجهاز زي ما حضرتك بقى بيدعم معانا زارا برو فيرجن 2، ناشير في 2، الجيشير بلس فيرجن 3، التربو شير، الجوساب بلس فيرجن 3، الديكيو كام، الشيرنج، الباتش، كل حاجه اضافه شفرات. بصراحه يا جماعه يعني بصراحه ما شفت السوفت في كميه الشغل ده، يعني كل حاجه متوفره عندك وموجوده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي شروحات بلالسات في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعاده دايما يا رب. موضوع النهارده موضوع بسيط، تحويل مميز، سوفت جميل لجهاز لسه نازل السوق جديد. السوفت ده يا جماعه هيبقى فيه دعم للشبكات الهوائيه، احدث اصدار لليوتيوب، سرعه في الاداء ان شاء الله. عايزين نركز في الشرح وان شاء الله مش هطول عليكم. يلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. موضوع النهارده واللي بنتكلم عليه النهارده هو السان بلس 1506 اتش في وتي في واف في. ليه جهاز لسه نازل السوق جديد؟ معانا الاي بوكس 3 سبعات، الجهاز ده لسه نازل السوق جديد، جهاز محترم. هنزل لك النهارده سوفت مميز يدعم كل الشبكات، احدث اصدار لليوتيوب، سرعه في الاداء، منيو محترم، كل حاجه. العقبه في السوفت ان هو بيدعم فلاشه الواي فاي الجديده فقط لا غير، ولكن عندنا في طرق ثانيه زي اليو اس بي كابل ووصله اللان وطبعا الواي فاي. الجهاز على وضعه الاصلي سوفت محترم، وتحس ان هو شبيه السيناتور، يعني سوفت جميل. ويعتبر اصلا الجهاز ده يا جماعه من اجهزه السيناتور، ولكن هو اسمه اي بوكس 3 سبعات. ان شاء الله مش هنطول في الشرح، هيبقى على السريع كل شغلنا عن طريق اليو اس بي. وخلي بالك عشان في سوفت تمهيدي، ولما اقول لك سوفت تمهيدي يبقى تركز عشان خاطر ما تخسرش جهازك ونروح بقى الوصله والقفل فلاشه والتحديث والجهاز يقف معانا. تحديثنا عن طريق اليو اس بي. يلا نوصل الجهاز ونشوف مع بعض ايه السوفت المميز ده. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. وصلنا الجهاز، وصلنا كل حاجه زي ما حضراتكم شايفين. ده منيو الجهاز على وضعه الاصلي. في واحد يقول لي هنا يا عم بلال، طب ما الجهاز ده ناقص حاجه؟ يعني شكينا منه في حاجه، في مشكله في حاجه؟ لا، الجهاز جميل، واحدث سوفت بيجي على الجهاز ده بينزل باحدث بوت، والجهاز شغال تمام زي ما حضرتك شايف. المنيو جميل وكل حاجه، ولكن احنا زي ما عارفين ان احنا في سوفتات السيناتور عامه ما بتلاقيش اضافات مثلا الشبكات الهوائيه. الشغل ده زي ما حضرتك شايف، يعني عندنا الالفا الديكيو كام الناشير القديم، بس الخانه اللي فوق ديت هنلاقي ده الشغل اللي الجهاز بيدعم. طبعا انا النهارده بقدم لك سوفت محترم عن طريق اليو اس بي، هينفع لثلاث معالجات، للمعالج السان بلس 1506 تي في والاتش في والاف في. طبعا الجهاز بتاعنا هو 1506 اتش في، يبقى احنا هنديله السوفت اتش في. وعايز بقى نركز في النقطه ديت لله يا جماعه، لله. اسمع الشرح كويس عشان ما تعيش في اي مشكله. لما اقول لك بوت جديد يبقى نسخه البرمجيات عندنا بتبدا ب في 33. اعرف ان الجهاز ده بوت جديد. لو نسخه البرمجيات اللي هو تاني اختيار على طول في اي رسيفر عامه لقيته في 14 في 13 في 12 في 11، المهم مش في فوق ال 30، يبقى ده بوت قديم. يبقى احنا هنا ندي للجهاز سوفت تمهيدي. يعني انا جهاز زي ده في 33 يبقى مش عايز سوفت تمهيدي، هو واخد سوفت تمهيدي. خلاص كده تمام، يا رب الرساله تكون وصلت. هنخش على التحديث نديله السوفت المميز الجميل اللي بقول لك عليه النهارده. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز بيسحب معانا السوفت تمام. هنصبر لحد ما الجهاز يحمل ونرجع لكم تاني. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز سحب معانا السوفت تمام. تحويل النهارده يا جماعه لاجهزه النوفا. واحد يقول لي طب اشمعنى؟ بص يا غالي، سوفت النوفا بما يرضي الله كل شيء نفسك فيه موجود فيه، كل حاجه بتتمناها موجوده فيه. هو ناقصه حاجه بس، مشكله واحده بس. زي ما حضرتك شايف المنيو ايه محترم وكل حاجه. الحاجه اللي من وجهه نظري السوفت ده ناقصها انه يدعم فلاشات الواي فاي. احنا قلنا يا جماعه مش عقبه، لان الجهاز لما تخش على الضبط بدايه كده، لما نخش على الضبط وبننزل هنا على تكوين الشبكه هنلاقي الجهاز بيدعم معانا ثلاث طرق اتصال. عندنا الواي فاي، يو اس بي كابل، والقطعه بتاعت اللان. يعني مالكش اي حاجه. في ناس مثلا عايزه تشتغل على
عشان خاطر مثلا ما تسيبش الموبايل متصل بالنت حاجه زي كده. فاحنا بنقول لو السوفت ده بيدعم فلاشتين الواي فاي هتبقى حاجه ممتازه وجميله زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما قلت لك في بقى سوفت احدث من ده. في واحد هنا ممكن يعلق ويقول يا عم بلال الجهاز بتاعي كان 1506 اتش في دلوقتي بقى اي تي في. بصوا يا جماعه تي في اتش في اف في التلاته واحد، مفيش في اي مشكله خالص. الجهاز بيشتغل اشاره، العزل شغال، الريموت شغال، كل حاجه تمام. يبقى نرجع باك وفينا حاجه مميزه اقول لك عليها في اخر. زي ما عندكم دخلنا على النسخه، دخلنا على الاي في، دخلنا نزلنا كده، نرجع باك عندنا ليجو تشانل كل حاجه، سوفت مميز سوفت جميل. ولو رجعنا باك كده ودخلنا على الوسائط المتعدده وهنضغط 1506 هنلاقي الجهاز زي ما حضرتك بقى بيدعم معانا زارا برو فيرجن 2، ناشير في 2، الجيشير بلس فيرجن 3، التربو شير، الجوساب بلس فيرجن 3، الديكيو كام، الشيرنج، الباتش، كل حاجه اضافه شفرات. بصراحه يا جماعه يعني بصراحه ما شفت السوفت في كميه الشغل ده، يعني كل حاجه متوفره عندك وموجوده. هنرجع باك مش هنطول عليكم. الحاجه اللي عايز اقول لك عليها في السوفت ده تعمق في السوفت براحتك، تعمق في السوفت براحتك، حاجه مميزه حاجه جميله. السوفت جميل بيدعم معاك كل حاجه، احدث اصدار اليوتيوب، كل الشبكات الهوائيه، منيو الجهاز، قائمه القنوات، حاجه مميزه، اضافه شفره بيس، كل حاجه معاك في السوفت متاحه. وهنا يبقى وصلنا لنهايه موضوعنا النهارده. كان سوفت وتحويل مميز لكل اجهزه الاي بوكس 3 سبعات والاشباه. يعني السوفت بتاع النهارده ينفع للسان بلس 1506 تي في، الاتش في، الاف في، كله عن طريق اليو اس بي. وركز في الشرح عشان في سوفت تمهيدي، لو جهازك على بوت جديد هتديله السوفت على طول، لو على بوت قديم هتديله السوفت التمهيدي الاول. يا رب تكونوا استمتعتم بالشرح واستفدتم منه. انتظرونا في سوفت وتحويل قدم على قناتكم الجميله. لو ما كنتش عملت اعجاب اعمل اعجاب للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس لكسر كل ما هو جديد في عالم الصفرات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي شرحاء بالانسات في كل مكان.